ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين اللي بيتابعونا من كل مكان او من اي مكان ايا يكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا انت لو بتتفرج على السلسلة دي، فالسلسلة دي هي برنامج مكون من 28 حلقة كل يوم في رمضان، من يوم 1 لحد يوم 28. فلو انت جديد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك لعجل المحتوى. واتمنى ان انت تستفاد ولو بحاجه بسيطه جدا جدا من البرنامج ده. وبس ربنا يتقبل صيامنا وصلاتنا، ويلا بينا نبدا مع الشخصيه الجميله. الشخصيه اللي معانا هو جعفر بن ابي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي، المشهور بجعفر الطيار وذي الجناحين. هو صحابي وقائد مسلم ومن السابقين الاولين للاسلام. اسلم جعفر بن ابي طالب قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح دار الارقم ويدعو فيه، وقد كان اسلم بعد اسلام اخوه اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب. اسلم بعد ال 25، وفي ناس قالوا ان هو كان ال 32، وفي الروايات قالوا ان ابا طالب شاف النبي عليه الصلاه والسلام هو وسيدنا علي بيصلي، سيدنا علي على يمينه، فقال لجعفر صلي جناح ابن عمي وصلي عن يساره. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الوزراء بتوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واني اعطيت 14، حمزه وجعفر وعلي وحسن وحسين وابو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وابو ذر والمقداد وحذيفه وسلمان وعمار وبلال. جعفر هو اخو علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. كان بيتقال انه اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلم جعفر بن ابي طالب، وبعد كده هاجر مع جماعه من المسلمين للحبشه، فضلوا هناك عند النجاشيه. وبعد كده هاجر جعفر للمدينه المنوره، وده كان يوم فتح خيبر، فكانت ليه هجرتين: هجره للحبشه وهجره للمدينه المنوره. واخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل الانصاري. طبعا شهد جعفر بن ابي طالب غزوه مؤتة اللي كانت بين المسلمين والروم، وكان هو امير جيش المسلمين إذا أصيب قائدهم، وقائدهم كان زيد بن حارثة. فلما اتقتل زيد بن حارثة في المعركة، جعفر بن أبي طالب خد اللواء بيمينه، فيمينه اتقطعت، فأخده بشماله فقطعوه برضه، فاحتضن اللواء لحد ما قتلوه. كان عنده حاجة 40 سنة، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد، وقد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. واتدفن جعفر ابن أبي طالب في منطقة مؤتة، وليه مقام في بلدة المزار الجنوبي في الأردن. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة. أشوفك بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.